هلا والدي. أكلوا وناموا؟ الحمد لله. لله الحمد. يا بأي حاجة يطلبوا منك جبلها. يا بنتي اللي عمله معانا لو يطلب عيوني بعطيله. تعرفت عليه؟ لا والله، كل اللي أعرفه عنه إنه اسمه شاهين، وأعتقد إنه هذا اسم بدوي صح؟ لا، من لبسه شكله ابن المدينة. ممكن تسيح له نشوف. يا شاهين، شاهين، مالك جالس بعيد يا ابني؟ حرام عليك. تعال تعال قرب يا ابني، حرام. شيكم تقيسوا براحة. لا 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 سلامك، تعال يا أخي، اعتبرنا زي أبوك وهذا زي أختك. تعال تعال، تفضل تفضل. حيا حيا، أهلا وسهلا. تعال تعال، تفضل تفضل. سامحنا يا ابني، ما تعرفناش عليك، قدك داري بالظرف اللي مرينا فيه. على العموم معك فتحي عبد الرزاق، تاجر عسل، وهذه بنتي مبرمجة كمبيوتر. برمجة كمبيوتر. أنا طبعا شاهين توفيق عبد الرقيب. كنت أدرس هندسة معمارية بس ما قدرت أكمل. وليش؟ جالس هنا. أيوة صح. فين كنت رايح لما حصلتك في هذه الصحراء؟ كنت هارب. هارب؟ هارب؟ شكلها قصته طويل. لو أحكي لكم قصتي يا عم فتحي ما تصدقوش. تخيل يا عم فتحي، أنا بملياردير عنده فلوس كثير كثير تأكل مدينة، وأنا من غير عشاء. ايش ذا الكلام؟ معه قصور وفلل، ويبني أبراج وعماير، وساكن داخل خيمة. ايش ذا الكلام؟ تخيل يا عم فتحي، معانا فلوس تخليني ألف العالم كله، مش قادر أخرج من بين الرمال هذه. إذا مش تتكلم ما تتكلمش. إحنا حبينا نتعرف عليك وأشكرك لأنك ساعدتني وأولادي. أيوة يا ابني، والله الموقف اللي عملته معانا لا يقدر بثمن. أثبت إنك رجل شجاع شهم نبيل. والله لو تطلب عيوني بعطيك. اطلب كم تشتي، كم المبلغ اللي يرضيك وأنا مستعد أعطي لك إياه. أنا مسيش فلوس أنا يا عم فتحي، الله أكبر، ولا أدور فلوس. وإيش اللي تشتي؟ أنا محتار يا عم فتحي، محتار. قدامي طريقين مانيش قادر أختار واحد منهم. اسمع يا ابني، قل لي ميزة كل طريق وأنا بساعدك. وراح البنية بتبكي يا خال. والله انها على ذا الحال ما جف لها دمع، تبكي على شاهين. تبى نروح ندور له. أقول لا تبكين على هذا اللي ما يستاهل، ترى دموعي شغلة منه ب1000 مرة. اقول يا رشة، الضيق في وجهك ما تقدري تخفيه، غير اني اباش تطمنين. والله ما تعرسين على حابس ولا خالش مهاوش حي. يعني أنت كنت طول عمرك عايش في رخاء ونعيم، والآن مطلوب منك أنك تعيش في ديرة خالك بهذه الصحراء، والمطلوب منك أنك غصبا عنك تتعامل مع الواقع الجديد وتعيش حياتك هذه. طيب اسمع يا ابني، أنا بسألك سؤال بس تجاوبنا بكل صراحة. ليش أبوك وخالك عملوا معك هكذا؟ قال لك يعاقبوني. بالعكس، اللي عملوا معاك يدل إنهم يحبوك. يحبوني؟ ما فيش أب يحب ابنه يرميه بين الصحراء والقعقعة هذه. من قال لك إنه رماك؟ هو بس يمكن علشان يخرجك من عيشتك الوهم
إلى عيشتك الحقيقية. يا سلام، كلامي صح. تعرف يا ابني، لو استمريت على حياتك هذيك اللي كنت تعيشها كنت بتصبح إنسان فاشل عاجز، يعتمد على الآخرين، قاع رجال واعتمد على نفسك. أبوك اشتي يعلمك إنك لازم تتحمل المسؤولية. يعني يا عم فتحي من كلامك اللي تشيني أرجع الديرة، أرجع لبين القعقعة والشقاء. لا يمكن، أنا لازم أسافر خارج اليمن. إيش بتعمل هناك لما بتسافر؟ هذا هروب منك. قلت لي اسم بنت خالك؟ رشة. تعرف إن الرشة هذه كانت تشتي تعمل منك الرجل اللي هي تتمناه وتحبه، لكنك هربت، خذلتها وهربت، رغم إنه عرف قصتها وعرفت إنها تحبك، لكنك انهزمت، ما شيش تتحمل المسؤولية أنت. اسمع يا ابني، ارجع الديرة، أثبت لهم جميعا وعلى راسهم أبوك إنك أصبحت إنسان آخر، إنسان قادر يتحمل المسؤولية. خليها تفتخر بك قدام الناس. ليلي على الزين ناظرة يا عيوني، بتقناص النجم وعمر خيالك. حبس! هلا باخوي مهاوش. اقعد نتقهوى ونتعلم. ما جيت تتقهوى وتعلل، جيت اقول لك هرجن واباك تسمع. وش هو يا مهاوش؟ الأول ابعد عن رشة وخلها بحالها، والثانية تنسى أي وعود بينك وبينها، والثالثة حطها بإذنك. خذ يدك. خلها خرصم بإذنك. راح تتزوج رشة غصبا عنها، وانا مهاوش خالها يصير الدم للركب. كلام والله كلام يا مهاوش. انت جيت تهددني. افهمها كيف ما تفهمها. انا قلت لك هرجن واباك تفتنح. يا ذي السواية الشينة، انت ما تستحي تهدد ولدي قدامي؟ انا من هالسواية الشينة. ان كانش تحبين ولدش عقلينه ورديه العقله احسن لش ولا. اسمع يا مهاوش، بالغد ولدي بيخطب رشة وعينك تشوف، واذا ما سبني شر تراني ادفنك وانت حي. يما الله هداش، خليه يقول اللي يبغى، لا تحسبي له حساب. كيف بحسب له حساب وهو خالها ويشوفها عينه اليمين؟ ما ظنيت انه يسكت عنك. يعلم الله كيف حالتك يا رب.